السلام عليكم، مرحبا بكم، وان شاء الله لا فيديو هذه تلقاكم كامل بخير عليكم. قبل ما نجوزو للوصفه ديالنا صلوا كامل على حبيبنا المصطفى وشفعنا محمد عليه الصلاه والسلام. وصفتنا عنها اليوم هي حلوى اقتصاديه بسيطه بمقادير متوفره في كل بيت، بدون بيض، بدون طابع، بشكل راقي وسهل. حلوى بسيطه تقطع كميات وفيره، والاهم من هذا الشيء البنه تاعها الرائعة، بنة في القمة. قد ما نشكركم فيها قليل في حقها، نستناكم حتى تجربوها باش تكتشفوا البنة تاعها. وبطبيعة الحال وإلا عجبتكم الفيديو فضلا وليس أمرا دعمونا بلايك واشتراك والكومنتير في شباب يا شابات العسولات النحولات ديالي. وبسم الله على بركة الله في المقادير ديالنا اللي هي كاس معمر زيت، كاس معمر مالقارين تكون دايبة وباردة، كاس معمر حليب يكون حسب درجة حرارة الغرفة، زوج مغارف ونص سكر عادي، مغرفة كبيرة مقببة لافاني وقريصة ملح. هنا نديرو كمية لاباس بها تاع لافاني، وبالفوية راني راح نخلط كامل هاد المواد الجافة مع السائلة حتى يدوب السكر تاعي، ونتحصلوا على قوام كريمي شوية نوعا ما ومايل للبيوضية. في هذه المرحلة لازم نخلطه بيان حوالي 3 دقائق حتى ل4 دقائق، هذا سر من أسرار نجاح الحلوى هذه. تقدروا حتى تخدموا بالباتور. هنا نضيفوا الفارينة، وكما عودتكم دايما الفارينة لازم نصيروها هكذا. انا مانيش راح نعطيكم الكميه تاع الفارينه اللي دخلت لي في هاد العجينه، بيسك علاش كيما عودتكم دائما كل فارينه ودرجه الامتصاص تاعها. كاين فارينه تتشرب وكاين فارينه ما تتشربش السوائل. هنا هاد العجينه المهم تحصلوا عليها طريه كيما عجينه التشارك. وهنا نبدا نلايم في العجينه ديالي هكذا، نروحوا غير بالعقل بدفعات ماشي دفعة واحدة بالك وتقسحوا العجينة. على هذه اللي نقول لكم دايما كي تبداو الفيديو حاولوا انكم تكملوه هكا باش تدوا الوصفة بأدق التفاصيل. هاي لك لايمها، هنا مازالها مخصوصا نزيد لها كمية قليلة حوالي نص كاس. من عجنوش غير لايمو العجينة بأطراف الأصابع هكذا، ونوريكم القوام اللي لازم نلحقوا ليه. حلوى بسيطة اقتصادية، وزيد على هذا تقطع كميات وفيرة تكفي وتوفي ما شاء الله. تقدري حتى أنك تديها معك ضيفة تحمري بها وجهك، لما لا. هاوليك القوام كيفاش لازم يكون. شوفوا هنايا بعد ما لميتها في دقيقتها الاولانيه راكو تشوفوا فيها شغل محربشه شويه. هاد العجينه لازم ترتاح حوالي 4 ساعة حتى 20 دقيقه باش نقدروا نفاصونيوها. بيسك علاش لو كان نخدموا بها وفي دقيقتها كيما راهي ما راهيش راح تتفتح لنا بالحلال وتتقطع. ان شاء الله الفكره راهي لحقت، وقد ما تقعد قد ما تولي بيان فيني الخدمه مع هاد العجينه. هنا فورت عفوا نقيت الغرس تاعي، نقيته ونحيت له العظم، نحيت له هذوك لي شابون وفورته وزدت له شويه تاع قرنفل وشويه تاع زبده، حليته دلكته وهو هكاك سخون، يعني ماشي سخون يحرق، دافي.
دلكته حتى تحصلت على عجينة التمر الطرية. تقدروا حتى انكم تضيفوا له جلجلان يكون محمص كنكهه. وهنا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي جيت نشكل هكا كويرات على حجم حوالي 30 غرام. هنا للمبتدئات اللي ما عندهاش عينها ميزانها تخدم بالميزان، توزن 30 غرام. انا ما عنديش مشكل، يعني عيني ميزاني ويجوا حبه على اختها. فوالا وزنتهم كامل على 30. والغرس اي الحشوه وزنتها 15 غرام، يعني نص تاع العجينه. نعاود لكم 30 غرام تاع عجينه و15 غرام تاع تمر. والحجم يولي اختياري حسب الرغبه، تقدروا انكم تكبروا كما انكم تقدروا تصغروا. انا درت حجم متوسط. نغطي كامل هادوك لي بول ويلا نبداو نفاصونيو في الحلوه تاعنا. بالحلال نحاول نفتح على شكل طولي ونزيد نجبد شويه في العرض. نحل انبوده حربوش تاع التمر تاعي ونحطو دوكوتي ونغلق عليه. نحاول نضغط هكا ونخرج الهواء اللي في الوسط في الحربوش، ونضغط هكا ونعاود نحل البودان ديالي حوالي 10 سنتيم ولا المهم قلت لكم الحجم يولي ليكم. ونجيب المقص نشكل بهذه الطريقة. الجهة الفوقانية نقطعها بهذا الشكل. ان شاء الله الصورة راهي واضحة. الشكل بسيط يعني ما كاش ما اسهل منه وراقي في نفس الوقت. وحنا تحصلنا على وريدة حلوة القرنونة اللي مشهورة بكرية حصرة. قال لك جديد حبوا القديم لا تفرط فيه. ما كاش قد الوصفات يعني الحلويات تاع بكري، حلوياتنا التقليدية الجزائرية. هاد الحلوى محبوبة الجماهير وما كاش اللي ما يحبهاش. وجمعت وحده اكتشفتها لأول مرة، نصحك تجربيها وما كيش راح تندمي عليها وراح تولي من ضمن وصفاتك المعتمدة. شوفوا التشكيل تاع اي طابع كيفاش نطبعه يعني بالمقص. يلا هكذايا كامل. حاولت انني نسرع باش ما تجيكمش لا فيديو بوكو بلوس طويله هكذا. وكنت مشعله الفوغ تاعي على درجه 180 درجه من التحت فقط، وحطيت السنيوه تاعي في الوسط في الفرن في الوسط. بعد ما حمرت خذيت تحميره خفيفه من التحت، شعلت لها من الفوق كلكو سكوند حتى خذت التحميره على لون ذهبي فاتح. هاي لك ليكم بعد ما طابت الله عليها محمره وخفيفه. خلوها تبرد شويه بيسك هذا واسمو هذا اللي تيش هذوما لو كتمسوهم والحلوه تاعنا سخونه يتكسروا. حذاري خلوها تبرد. والعسل اللي كنت شاركتها معكم اللي حبت الوصفه خليها لها في صندوق الوصف. اللي كنت شاركتها معكم شحال من خطره. هنا قلت لكم الحلوه خلوها تبرد كامله، ماشي ضروري انكم تعسلوها وهي سخونه. برك العسيله حاولوا تسخنوها هكا باش تتشرب. هكذا نعسل كامل الحلوه تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا عسيله جاتنا بيضه ما شاء الله. يعني حتى الحلوه ما تغيرش اللون تاعها، قعد على حاله. هاي لك وهاي لك الحلوة تاعنا واجدة معانا. شهيتكم في الجنة ونعيمها. جت حلوة وعليها الكلام، يعني تحمري بها وجهك سواء الحلوة يومية ولا تروحي بها ضيفة ولا للمناسبات مع لاتاي مع الطهارة ولا العرس الكل. يعني وين ما تحطيها تجيب حقها. ما شاء الله حلوة وعليها الكلام. وزيد على هذا اقتصادية بسيطة وتقطع كميات ما شاء الله. هذه الكمية تاع العجينة كاس تاع الزيت وكاس حليب وكاس تاع الملقارين قطعت لي 40 حبة ما شاء الله.
وهذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت رضاكم واستحسانكم يا رب العالمين. وقبل ما تخرجي اختيتو، واش تستاهل منك الوصفه تاع نهار اليوم فضلا وليس امرا؟ تستاهل منك الدعم باللايك والاشتراك والكومنتار في شباب يا شابات العسولات النحولات ديالي. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، نتلاقاو الى فيديو اخر بحول الله تعالى، والسلام عليكم.